مثلا انا مشكلتي شخصيه مع المجتمع بتاعنا كله اخطاء وكله حاجات غلط، ويجي واحد يقول لك الغلط مش سكتنا. ده هو الغلط سكتنا الوحيده يا معلم. صباح الفل، ركز، احنا الغلط سكتنا. انا هسمي الحلقه دي كده، الغلط سكتنا. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بصحه كويسه. معرفش الصراحه حد بيخش بالغش من اللي انا دخلت بيه ده، بس انا متعصب، انا متضايق، يعني انا متضايق. فقررت ان انا اخلي الموضوعات المجتمعيه دي سلسله عندي في القناه، مش بعيد يكون المحتوى بتاعي كله اصلا عليه. احنا كشعب او كمجتمع بالذات عندنا حاجات كتير قوي غريبه وغلط، وعمري ما ركزت فيها. هو ازاي احنا بنعمل كده؟ هاو حاجات كتير قوي بنعملها غلط، بس المشكله مش هنا، يعني يا ريت المشكله هنا. المشكله الاكبر والاوسخ والادل والاسخم ان احنا عارفين ان هي غلط، لا وبنعملها. ويجي واحد يجي يقول لك الغلط مش سكتنا. يا ده احنا الغلط سكتنا، فين الغلط ده؟ انا رايح على الغلط. الحلقه دي غرضها فقط اظهار النقاط، يعني انا هظهر لكم النقاط، هبين لكم النقاط اهي، لعل وعسى حد يستفاد وابقى فدت المجتمع اللي عايز الحرق ده. على ذكر الحرق، تمام ولا اي حاجه؟ تمام. تمام، ربنا يبارك في ميتين امك. بس افرض طلعت مش تمام، تفتح عينك كده تلاقي واحد بيقول لك من هو ربك ما دينك. جات لك الفكره منين ان انت تعمل كده؟ غاز جنب انبوبه، دب، انفجار. الموضوع مضحك فشخ، بس برضه لو رجعنا للسبب هنلاقي ان السبب هو الاستسهال، اللي هو بيستسهل بيقول لك لسه هروح اجيب ميه وصابون وامسك الليفه واخليهم يرغوا كده واحطهم واشوف، هات يا ابني الولاعه دي كده. فتحسه قطه بيلعب بالارواح لعب، على اساس ان القطه يعني عندها 9 ارواح. قلت لك قبل كده ما تضطرنيش اشرح الافيه، بس بص يعني شوف انا بحترم عقليتك ازاي، وبقعد اشرح لك الافيه مره واتنين وتلاته، وبنزلوك على اليوتيوب لو عايز تعيده تاني، عشان اما اتشهر واتغنى ما تقولش بقى بعد ما اتغنى. استحملني زي ما انا بستحملك وعمال اعيد لك في الافيه مره واتنين وتلاته. ايه تاني برضو؟ يعني ايه تاني بنعمله غلط وعلى سبيل الاستسهال؟ يعني الاتنين بقى ميكس كده شبه اللي فاتت بالظبط. يعني اقل كلمه اقدر اقولها، دي اقل كلمه بعد كل الكباري اللي معموله دي وكباري المشاة. ده انا ناقص اطلع من الاوضه بتاعتي الاقي كوبري بيوديني على الحمام. للاسف الافيه ده مش هقدر اشرحه، افهمه لوحدك، ولو ما فهمتوش مش مشكلتي، بسيب يعني ثغره كده للمحامي، يعني عشان لو اتمسكت يعرف يطلعني وراه اقول لا ما كانش قصدي. اصل برضه لو بصيت لها ليه بجد بنعمل كده، يا اما مكسل تطلع كوبري المشاة، يا اما مكسل تستنى الاشاره، يعني في اشارات بتقعد تعد عشان تعدي الشارع، ففي كلتا الحالتين انت مكسل، فبتجري بدماغك في نص الشارع مفكر نفسك ميسي في 2010، وتقعد بقى تراغي العربيات يمين بتلعب بروحك كده، تقعد تراغي العربيات يمين وشمال. انت مفكر نفسك في جاتا يا ابني؟ يعني لو مت هتعيد الماب من الاول بقى، اوه شيت هير وي جو اجين. لا. انت لو مت فاكن ديد. من ربك ما هو دينك، وانا هروح في 60 ده، يعني لو انا سايق العربيه برضه انا هروح في 60، تبقى انت مت وانا بقضي بقيت حياتي في السجن عشان واحد متخلف معتوه شبهك. فما تعديش الشارع جري، او هفشخك لو عديت الشارع جري. موضوع غريب، والفكره ان اللي بيعدي الشارع ده ما بيتكيفش لما يسمع صوت الكاوتش كده بيصوت على الاسفلت من كتر ما بدوس فرامل، يضحك. كان هيموتني يا ابن الله. ثم تستنى، مش هتكلم على الكباري، مش هتكلم على الكباري. دي اخر حاجه هتكلم عنها الحلقه دي. قلت اخلي كل حلقه كده اتكلم عن 3 غلطات في المجتمع بتاعنا. اعتقد ان السلسله دي عمرها ما تخلص لغايه ما يبقى عندي 120 سنه هفضل اعمل في السلسله دي، لان كل ما بيتغير المجتمع بتظهر اخطاء جديده وتكنولوجيا واخطاء في التكنولوجيا كده، يعني الموضوع مش هيخلص. وايه اللي مش هينفع يعني؟ معلش، ايه الصعب في اللي انا بقوله؟ انا عايز شقه ايجار جديد في قاع العمور جنب الاناناسه بتاعت سبونج بوب. ايه الصعب في كلامي يعني؟ انا مش فاهم يعني ايه مش عارف تتصرف يعني. وايه اللي انا مجنون؟ انت عارف تتكلم مع، انت ازاي تتكلم معايا كده؟ بقول لك ايه، فلق. يعني ايه شقه في قاع العمود يعني مش عارف اجيبها؟ يعني ايه يعني ايه يعني انزل البحر بنفسي اروح اجيبها؟ شقه في قاع العمود مش عارف اجيبها؟
انا دمي بيغلي، انا بقى دمي بيولع دلوقتي، دمي بيولع. لا 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 لا، مش انا اللي اعمل كده، مش انا اللي هدي ناري بالسجاير. شقه وقلم ومش عارف اجيبها. بقول لك ايه، هديت بعد السيجاره، هديت. اخر حاجه هنتكلم عليها في الغلطات، اعتقد دي في العالم كله منتشره، يعني السجاير بكل مشتملاتها، الشيشه قص، شيشه سلوم، شيشه تفاح، ايكوس، فيب، وكل حاجه بتطلع دخان. اي حاجه بتدخل دخان على الصدر. بس احنا هنثبت على السجاير لان هي البدايه يعني. بس عارف يعني عامه، انا من جوايا انا بحترم شركات السجاير، بحترمهم فشخ. لان يعني هو بيوري لك، خد، هتموت يا ابني، هتغلط كده في الوش. يعني هو بيعرفك، بيقول لك يا باشا السجاير دي هتقتلك، انت عايز تموت؟ بقى انا عايز اموت. العمر بعزقه بالنسبه لك، على ان انت اما تروح بقى الاخره مفيش ذنوب يا ابن ده انت هتقعد يا رب ارجع دقيقه واحده. الموضوع بجد محزن فشخ. بس عامه الناس اللي بتشرب سجاير، مش قادر امسك حاجه، مش قادر امسك حاجه. لان انا طبعا انسان فشيخ وما بعوز ابطل حاجه وابطلها، فانا مش شايف ان هي فيها اي ادمان يعني، او ما اعرفش معنى الادمان الصراحه، لان انا ما بعوز ابطل حاجه وابطلها يعني حتى برضو بيحطوا لك صور مريعه فشخ تسد نفسك عن الحياه، تلاقيه حاطط لك واحد سنانه مفشوخه متدمره، واحده عندها 12 سنه ووشها عنده 82,000، وشها عنده مكرمش وكله شعر ابيض، ولا بيفرق. انا ده يا باشا الكلام، انا عايز استمتع بسجارتي وكوبايه الشاي، وانا مش عايز حاجه تانية من الدنيا. عارف ناقص مثلا وانت بتيجي تشتري سجاير تلاقي واحد واقف مع علبه السجاير كده، يقف يديك قلمين طخ طخ، وبرضه الناس هتشتري يعني، برضه هتروح تجيب سجاير وتجيب شيشه وتجيب كل حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفيا. والله ساعات بحس ان شركات السجاير بجد عايزه تخسر، يعني انت لو عايز تخسر مش تعمل كده يعني انت لو خايف على مصلحه الناس يا ابن اللي بتعمل السجاير ما تعملهاش. بالنسبه للسجاير فاحنا كلنا عارفين السجاير. بالنسبه بقى للحاجه اللي ريحتها معفنه دي، مش عارف، طبعا مش هقول ريحتها ايه، لان لو حد بيتفرج على الفيديو وهو بياكل فما يتقرفش يعني. هي ريحتها وحشه فشخ، فهي تشرب سجاير يا ما تصدع يعني. اشرب سجاير، انت كده كده هتموت يعني، انت كده كده بتفسد رئتك وبتتلفها وبتطلع ميتين اهلها، وبيقول لك ارحمني، وما بتعرفش تجري 2 متر على بعض، يعني متر ونص ما بتعرفش تجري، ما بتعرفش تمد وانت بتجري، انت بتمشي مع ابوك كده ما بتعرفش تمشي مع ابوك. تلاقي يا عيني الناس عندها 60 و70 سنه وماشي شايله حاطه، وانت يا عيني مش قادر تمشي خطوتين على بعض. فاشرب سجاير يعني، انت لو ناوي تفسد اشرب وشيشه يعني، لو ناوي تفسد رئتك اشرب سجاير، ما تقعدش وقت قرفنا وفيب وزيت وحاجات بنت ما يعلم بها الا ربنا، وحاجات في حاجات ريحتها وحشه فشخ. انت ازاي يا ابني كده يعني ليه؟ المهم الحلقه دي خلصت، وحابب اضيف حاجه في اخر الحلقه. معظمكم طبعا عارف ان انا انسان مميز، بس برضو رغم ان انا انسان مميز مفيش مني اتنين، بس برضو بغلط للاسف. دي حاجه انا محتاج اشتغل عليها عشان ما بغلطش، او اقول ان انا ما بغلطش حتى، لا انا بقول ان انا بغلط عادي. وممكن اكون بعمل غلطه من الغلطات اللي انا قلت عليها او اللي هقول عليها في الحلقات القادمه. وبس كده يا شباب، اشوفكم في فيديو جديد. انا بجد تعبت من كتر التفكير بس.